مساء الخير عليكم. رجعت لكم فيديو جديد من قناة معكم سحر في المطبخ. النهارده هعمل معاكم اكله كده الحمد لله، يعني على كل جيب ربنا، كويس ان احنا لاقيينها اساسا. هنعمل صينيه بطاطس. البطاطس دلوقتي اللي بقت مكانها مكان اللحمه. الكيلو اللي يعني زعلانه شويه على فكره، انا غاسله ايدي. ب10 جنيه، والحلوة في ناس بتبيعها ب12 وناس بتبيعها ب13. تمام. والطماطم برضو غلت. النهارده بقى ايه جايبه بقى معاكم 2 كيلو صدق بقى عشان احطهم على البطاطس اهمت. 2 كيلو اللي انا جايباهم اهمت. بص قد ايه حلوين، ده محدش يقلس يا جدعان، ولا حد يقول جايبه 2 كيلو قليلين ومش 2 كيلو قليلين. الحمد لله احنا لاقيين ال 2 كيلو دولت. اول حاجه دلوقتي انا مقطعه دلوقتي بصل اهو، بصلتين حلوين كبار وكبار جدا، يعني حجم الواحده طلع تقريبا كيلو كده. تمام. حتى البصل غلو، البصل بقى ب10 جنيه، بقى ب8 جنيه، والله مش عارفه الواحد يقول ايه بالظبط. تمام. بصلتين صغيرين وشويه توم انزل بيهم. طبعا لازم نلحس بقى الطبق من كله. وهنزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا كيلو وربع طماطم. تمام. هنا في الطاسه دي انا بشوح الصدوق، بديه تشويحه بسيطه بالسمنه اللي انا كنت هنزل بيها على البطاطس. هنزل بالصدوق بالسمنه بكله. تمام. طبعا مش هحط سمنه تاني علشان انا حطيت السمنه اللي كنت هحطها هنا في البطاطس حطيتها في الصدوق. وهنزل بالبهارات فراخ. الحمد لله ان احنا لسه لاقيينها. كام واحده لوري. شويه فلفل اسمر. طبعا شويه سكر عشان يعادل الحموضه احنا بنقوله كل مره بتاعه الطماطم. شويه ملح. بابريكا لو موجود، مش موجود خلاص. طبعا انا عندي اخر حبه كده. هديها تقليبه بقى وهسيبها تتسبك مع نفسها. في الحله دي هعمل رز بالشعريه. دلوقتي هحمر الشعريه. طبعا حاطه لها قرن فلفل حامي بيدي طعم حلو قوي في صينيه البطاطس. طبعا دلوقتي ما بقتش صينيه بطاطس، هي بالنسبه للشعب دلوقتي بقت صينيه لحمه. هنا هحمر بقى الشعريه اهي. الشعريه دلوقتي وصل كام؟ لسه سايبه، وصل 18 ونص. في ناس حلوين كده عندهم ضمير بيبيعوها ب20 و19 ونص. يعني كل واحد بيبيع على كيفه، كل واحد بيبيع على مزاجه. اللي عايز بقى يبيع يبيع، يعني مش سعر واحد. والله يعني يقولوا لي ارحمونا ارحمونا، احنا مش لاقيين ناكل. يعني الناس خلاص جابت اخرها. كل واحد كل بياع يبيع على كيفه، مفيش سعر موحد. يلا الحمد لله. كده حطيت بقى، انا نزلت بالرز وحطيت الملح. اقلب بقى كده الشعريه مع الرز لغايه الاتنين ما يسخنوا مع بعض.
البطاطس اهي، نقرب منها كده خلاص اهي. انا سايباها دلوقتي على نار هاديه تتسبك. كده نزلت بالميه، اديها تقليبه كده بسيطه، شوف بس الملح بتاعه، محتاج سنه ملح مش كتير. ان شاء الله كده 5 دقايق ونطفي عليه، اغطيه بس عشان يشرب ميته. انا دلوقتي في المرحله دي انا سايبه البطاطس تتسبك مع نفسها، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. كده بقى شكل صينيه البطاطس بعد ما خرجت من الفرن بالمنظر ده كده. وهنا الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اظن شكله بسم الله ما شاء الله بيتحدث عن نفسه. في نهاية الفيديو بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. كانت معكم سحر، بحبكم قوي.